يا صباح الفل على حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معلش الفتره اللي فاتت ما كنتش بنزل، واخده دور برد شديد، فالحمد لله على كل حال. معلش اعذروني على الصوت بس. النهارده انا كنت عملت معاكم المشتريات بتاع الحاجات ديت في المطبخ. هنفرشها النهارده. بصوا حبايبي، هنجدد البوتاجاز، هنجدد الرخامه. الماسوره ديت هعلق عليها المجات. العلب ديت هحط فيها المخبوزات والحاجات اللي انا عاملاها للشتاء، وهعمل الكوفي كورنر. الحلة هندخلها المطبخ، هنرص بقى اصل الحاجات اللي احنا جايبينها دي كلها. هنخش على المطبخ، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ادي حبايب قلبي، احنا هنا دخلنا كده على المطبخ، هنجدد فيه حاجات. هنا هنظبط الكوفي كورنر، وهغير في الفيطة، على هطلع كل اللي فيه، وهحط البرطمانات، وجايبه رخامه جديده هشيل بقى الحاجات دي كلها، وهشوف الترابيزات. هغسل التربو بص عشان جنب البوتاجاز فموسخ شويه وعليه دهون هيتصبن. هنزل الحاجات اللي في كورنر، هغسل الشفاط. وهنا حبايب قلبي هغير برضو النظام، معلش بقى على المواعين ديت انا عاملاها من امبارح. اهم حاجه عندي ان انا بنام والمطبخ ان الحوض نظيف، اهم حاجه عندي الحوض، بصوا الحوض نظيف. فهكمل بقى وهركب الحاجات الجديده هنا، وهظبط كده حبه حاجات. وهنا كده انا هشيل دول، وهعلق المجات. وهنا هعمل ركن للتوابل، وهشيل اللي تحت دوت، وهظبط الحاجات ديت، ونحط الصوصات والحاجات مع بعضينا. وهنعمل التوابل نشيلها برضو، هنحطها في حاجات تانية. يلا بينا نشوف هننظم ازاي وهنرتب. اول حاجة حبايب قلبي انا معايا هنا ده الشنيور، انا ركبت فيه البتاع بتاعه. هنا معايا دي الماسورة، ومعايا البتاع بتاعها، الخفاف بتاعها، ودي العلقات. انا هشيل الاتنين دول وهعلقها هنا كده اهوت في الجزء ده كده اهوت. هفك دول وهنزلهم اهو يا حبايبي، وهبدأ افضي مكانها وهركبها واوريها لكم. ادي حبايب قلبي بصوا اهو، بصوا ركبتها. فده الشوايه غير الصابن، هنا هصبن فوق هنا برضو. بصوا عامل ازاي مكان الزيوت والدهون وكده، بلمعه بس كل فتره لازم بصبنه كويس جدا. وهنا الورق، اسوأ حاجه الورق ده يا جماعه. بصوا عامل ازاي بيتوسخ، وحاولت انضفه بكل الطرق، بكلور، بعجينه، باي حاجه. ما ينفعش، نوع اللزق بتاعه رديء جدا، مش نضيف. هشيله وهنضف مكانه، وهخليه بقى على السيراميك العادي، وحشني. ونشوف هنعمل ايه، يلا بينا. ادي ادي حبايب قلبي بدات اشيله اهو، بصوا. طلعت الاول الدولاب عشان اشيل اللي وراه، وبدات اشيل من هنا. نوعه رديء جدا، بصوا هيغلبني عشان ينضف كل ده. تجربه سيئه وحشه جدا جدا فعلا. هكمله كله بقى، وهطلع المطبخ بره، الجزء التاني بره، وهمسح تحتيهم وهوريكم بعد ما ارجعه. معلش يا حبايبي بنهج مسكت الحيطه كلها. بصوا المطبخ ده كان بره، طلعت الترابيزه. بصوا صبنت الحيطان والارضيه، طلعت كل اللي كان فيه بلاوي. صعب صعب صعب، انا عماله اديها من بدري، هلكتني بصراحه. صعب قوي اللي بيطلع منها. بصوا عامل ازاي. احسن حاجه من غير ورق، مش هحط ورق تاني يا جماعه، صعب قوي. بصوا بقى، هرجع كل حاجه مكانها وارتب المطبخ. بص حبايبي، ادي هنا حطيت للساند التوابل ده، وده فضيت هيتغسل ويتشال. وهحط هنا برضو الزيت والحاجه، هفضيها وهظبط الستاند كده. وهنخش بقى على الكوفي كورنر، هنفضيه ونشوف هنعمل فيه يا حبايب قلبي. ايه رايكم بقى في الركنه الجميله دي يا حبايبي؟ هنا انا حطيت التوابل اللي عندي، وغيرت بقى النظام. وهنا دي الخل والزيت والصوصات، الصويا صوص دبس رمان. ودي ليا انا بسيحها، بس بخليها سايله خالص كده. بنحب نعمل بها الملوخيه والباميه، بتبقى حلوه قوي. هنرصها بقى فوق هنا كده اهو حبايب قلبي. بصوا هنبدا بحاجات الصوصات، هوديها ورا كده اهو كده. بصوا اهي، خليها ورا كده، اللي انا مش بستخدمها يوميا اهي. شايفين ازاي؟ هرتبها وهوريها لكم. ايه رايكم حبايبي كده؟ بصوا الخل والثوم والصوصات اهي تحت.
وهنا التوابل بترتيبها، بس لسه هجيب لها اللوجو بتاعها، التوابل والكمون والحاجات ديت اللي هي الورق بتاعها والزقها عليه عشان اعرف التوابل من بعض. وهنا علقت المجات، ناقص مج تاني بس هشتري عشان دول قليل، هشتري منهم تاني كمان طقم، وهعلق فيها ورد من الجناب. وهنا الجناب عملتها، هنروق هنا بقى ونركب الورق الجديد بتاع المطبخ. ادي حبايب قلبي كده خلصنا الجزء دوت. انا بفضي بس الكوفي كورنر بحطه هنا. بصوا انا عندي بقى الكوفي كورنر عباره عن إيه 2 تربو، فديت بتاع دي بلاطه حطها عليها سيراميكا. فانا عايزه حاجه تكون كبيره واسعه، رخامه يعني، جايبه رخامه عشان تبقى حته واحده وتلمي لي الحاجات كلها ويبقى شكلها حلو. بصوا المنظر ده كده عامل ازاي، مش مظبوط خالص. فانا عايزه الرخامه هتخليها لي قطعه واحده، واحط عليها ورق برضو من اللي انا لازقه على الترابيزه. وهرص هنا الكوفي كورنر، احط فيه المشروبات السخنه والحاجه، وهطلع العلب احط فيها الحاجات المخبوزات اللي انا عاملاها. هخلص وهوريها لكم حبايب قلبي هعمل ايه رايكم بقى يا حبايبي. بصوا كده الورق فرشته، بصوا. ودي الرخامه اللي انا قلت لكم عليها اهي، دي جبتها 60 في 80 متر من تحت، لان هنا كانت غاليه جدا، اللي هو الجلاله الابيض. ودي ترابيزه صاغتيها سمره بظرف ازاز، والتربو حطيته هنا. وهنا شلت الترابيزه اللي كنت حاطه تحتها حاجات وملهاش لازمه يعني، طلعتها. وده التربو، وده التربو التاني. وهنا برضو لمعت فوق كده وشلت البصل الثوم والحاجه. هنرتب ونروق، وهنحط الطماطم وهنفضل. هنحط هنا المشروبات بتاع كوفي كورنر، الحاجات بتاعت الشتاء، وهوريها لكم. ادي حبايب قلبي اهي العلب ديت، انا مسكتها مسحتها كويس جدا من بره ومن جوه نظيفه اهي. بصوا هنا انا معايا هنا ده البسكوت، بدكم بسكوت هفضيه العلبه اهو يا حبايبي. هنحطه كده، بتحفظ الحاجه كويسه جدا. وهنا انا عامله هنا ده كعب الغزال اهو يا حبايبي بتاع الفرن. انا عاملاه امبارح على ايدي، فبعمله بكميه وبحطه فيها، ولما تخلص هكمل تاني عليها. ودي قرص برضو اهي، بصوا بالعجوه. بصوا حبايبي اهي، بصوا طريه وجميله جدا، محشيه من جوه اهي. هنجيب كده ديت وهنحطها في العلبه ديت كده، هكملها وهفضي الحاجه وهوريها لكم في الاخر. وادي حبايب قلبي اخر حاجه بقى، الحيطه دي اللي فاضله. انا شلت هنا الصفايه بتاعت الاطباق والمواعين. بصوا بقى اللي بقولك عليه، بصوا ده مكان اللزق اللي انا شلته عشان كنت حاطه رخامه ولفه بيه المطبخ. بصوا المنظر ده. عشان اطلعه يا جماعه انا بجيب ميه مغليه احط عليها كلور، وعندي الجوانتي اللي هو بتاع اللي بغسل بيه بتاع المواعين ده عشان سيليكون بيستحمل الميه المغليه ما بتخشش لايدي، وبسيحها بيها وبغسلها بيها. صعب نقطة النهارده 3 ساعات بس في الجنب التاني عشان يطلع منها كل اللي كان فيها ده. هنضفها وارص الحاجه فيها واوريها لكم.